طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ فارس. حياكم الله وبياكم أستاذ محمود. معاك محمود نور الدين. يا مرحبا، يا هلا. الله يكرمك يا شيخ فارس. هو طبعا انت ذكرت في الاول ازاي الاسلام لما بيكون فيه فتح او بيحاول ان هو يفتح ارض جديدة لدخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، فبنعرض ثلاث امور. نعم. اولا نعرض الاسلام على القوم، نعم. فإن قبلوه فإنهم إخواننا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم. وإن أبوا فنعرض عليهم اثنتين: الأولى الجزية، والثانية إن أبوا فليس هناك مفر من الحرب. نعم. لكن الكتاب المقدس عندما يعرض الفتح ده أو يحاول إن هو يدخل الدين بتاعه إلى الناس، فنشوف النصوص الكتاب المقدس بتقول إيه. سريعا، بيقول في سفر التثنية الإصحاح 20 بداية من العدد 10، بيقول إيه؟ الرب حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. نعم. فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك. يعني ما فيش أخوة ولا أي شيء بعد الصلح كمان. نعم. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. هذا هو تشريع الكتاب المقدس. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. نعم. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك، نعم. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. نعم. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك التي ليست من مدن هؤلاء الأمم. أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحسيين والآموريين والكنعانيين، يعني بيعد جميع الأمم تفعل بها هذا الفعل. هذا هو تشريع الكتاب المقدس. جزاك الله خير. أما بالنسبة للشيخ والشاب والعذراء والطفل ففي الأكثر من كده يا شيخ فارس. في سفر هوشع الإصحاح 13 العدد 16 بيقول: تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. حتى الجنين في بطن أمه يا شيخ فارس يقتل. فما ذنب الجنين؟ هل الجنين أيضا قد كفر بالله قبل أن يولد؟ أنا مش هطول عليك يا شيخ فارس لأن عارف إن الموضوع طويل، وجزاك الله خيرا عنا وعن الأمة الإسلامية جميعا. جعلها الله في ميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.